النهاردة هنغير قواعد اللعبة تماما. النهاردة هخليك تتعلم ازاي تفرض هيبتك ومحدش يتجرأ يغلط فيك، وكل ده من غير ما تنطق حرف واحد. فن الصمت الاستراتيجي، ازاي تخلي الناس تعملها 1000 حساب. عمرك ندمت انك سكت في موقف قبل كده؟ غالبا لا، بس اكيد ندمت 100 مرة انك اتكلمت وفتحت قلبك للناس الغلط. مشكلتنا الأزلية اننا تربينا على جملة اللي في قلبه على لسانه، وافتكرنا ان ده قمة الطيبة. لكن في أرض الواقع ده مش طيبة، ده اسمه انتحار ذاتي. الشخص اللي عامل زي الكتاب المفتوح هو أرخص سلعة في سوق العلاقات. أي حد معدي يقرأ نقاط ضعفه ويستبيح خصوصيته. الكلام الكتير بيكشف أوراقك، واللي ورقه مكشوف دايما خسران. النهاردة أنا مش جاي أقولك خليك انطوائي، أنا جاي أديك مفاتيح الكاريزما الحقيقية وقوة الغموض. ركز في ال3 قواعد دول عشان هينقلوا هيبتك لمستوى تاني خالص. القاعدة الأولى: سلاح المجهول وقوة الاختفاء. الطبيعة البشرية بتخاف من المجهول وبتهاب الشخص اللي ما يعرفوش عنه كتير. طول ما انت بتحكي تفاصيل يومك، خناقاتك مع مديرك ومشاكلك العائلية، انت بقيت شخص مقروء، والشيء المقروء سهل جدا التلاعب بيه واستغلاله. الشخصيات السامة بتعشق النوع ده من الناس، لأنك بتديهم السلاح اللي يحاربوك بيه على طبق من ذهب. من النهاردة جرب قوة الاختفاء. لما حد يسألك سؤال فضولي زي ناوي على ايه، اكتفي بابتسامة هادية وكلمة الحمد لله. ما تديش تقارير، خليهم ياكلوا في نفسهم ويسألوا يا ترى هو مخبي ايه. الغموض بيخلق جاذبية، والرغي الكتير بيقتل الهيبة. القاعدة الثانية: الصمت المرعب أثناء المواجهة. دي أهم نقطة في فن الرد. لما حد يهاجمك أو يرمي كلمة بايخة، غريزتك الدفاعية بتصرخ فيك رد بسرعة، اشتمه، برر موقفك. غلط. الرد السريع المتوتر ده رد فعل الشخص الضعيف اللي كلام الناس هزه. السلاح الحقيقي هنا هو التوقف. لما حد يغلط فيك، بص في عينه بثبات انفعالي تام، عد ل3 في سرك وما تنطقش بحرف. النظرة دي مع الصمت المفاجئ بتعمل ايرور في دماغ اللي قدامك، وبتوصل رسالة أقوى من أي شتيمة. كلامك تافه ومش مؤثر فيا، وأنا اللي مسيطر على الموقف. جربها وهتشوف المعتدي وهو بيرتبك ويبدأ يتأتأ لأنه خاف من صمتك. القاعدة الثالثة: قانون العرض والطلب في الكلام. في الاقتصاد بيقولوا كل ما المعروض زاد السعر قل. كلامك هو عملتك. لو لسانك شغال عمال على بطال وبتقول رأيك حتى لو محدش طلبه، كلامك هيفقد قيمته. لكن لو عودت الناس انك ما بتتكلمش غير لما يكون عندك الزتونة او رأي حكيم، ساعتها اول ما تفتح بقك الكل هيسكت غصب عنه عشان يسمع الشخص التقيل. افتكر دايما قانون الغابة: الاسد دايما هادي وصامت، الكلاب بس هي اللي بتهوهو كتير عشان تثبت وجودها. ما تبقاش مجرد ضوضاء، خليك الحدث اللي الكل بيستناه. في الاخر يا عبقري، هدفنا انك تكون لاعب اساسي مش مجرد قطعة شطرنج. جرب تطبق قواعد الذكاء الاجتماعي دي من النهارده، وشوف نظرة الناس ليك هتتحول ازاي من شخص غلبان لشخصية كاريزماتيك ليها وقار وهيبة. الصمت مش ضعف، الصمت هو قمة القوة لو عرفت تستخدمه صح.